تخيلوا أنه ممثلين مثل حسن كشاش وفيزية يقعدوا يعذبوا في نوميديا للزول دائما وخلوها تبكي. فمسلسل دموع الأولية مسلسل رائع من الأعمال الدرامية لهذه السنة في الموسم الرمضاني. يحكي على معاناة مليكة بعد زواجها، من قام والدها بتزويجها مع رجل أكبر منها في السن. عاشت تجربة مريرة، يتم ضربها، يتم تعرضها إلى العنف. نوميديا للزول هذه المرة نشوفوها في شخصية فتاة تعاني من المشاكل في مسلسل درامي لأول مرة. دائما اعتدنا عليها أنها تكون في السيت كوم كما طيموشا، كما جمعي فاميلي، هكا أفلام مسلسلات رائعة يعني دخلت فيها. نوميديا للزول اعتدنا عليها دائما تكون في مسلسلات كوميدية مثل طيموشة. تعتبر نوميديا من الشخصيات يعني اللي محبوبة دائما في الجزائر، عندها هالة السعادة. هذا اللي يخلي يعني المتابعين يتعلقوا بها أكثر، خصوصا في التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي منذ أول ظهور لها في الحان وشباب اللي بدأت به مسيرتها. أيضا نشوفوا مسيرتها في الغناء، في الموسيقى. عندها أدوار رائعة وموسيقى أيضا رائعة جدا. نتمنى أيضا أكثر أنها تركز أكثر على الموسيقى لأنها يعني عندها موهبة رائعة جدا. شفناها أيضا في برنامج واي نوت، يعني كان برنامج مرح جدا، عفوي رائع، ميوزيكال. فكانت رائعة جدا ودائما ما تعطي أفكار مبدعة. حسن كشاش ما لا غبار عليه كممثل سينمائي رائع جدا. نذكره دائما في دور مصطفى بن بولعيد لحد الآن. مسلسل الخاوة اللي كانت فيه أيضا ممثلة فيزية. ممثل رائع جدا يعني. حسن كشاش ممثل رائع جدا ويحتاج دائما أنه يكون عنده مسلسل خاص به يعني كبطولته في كل الوقت. أتمنى أنه دائما يصنعوا له شخصيات مميزة تكون خاصة به هو يعني كتمثيل، خصوصا هذه المرة شخصية جاكوار مميزة جدا أنها متعلقة به أكثر. فيزية أيضا ممثلة رائعة، دوما ما تأدي دور الكنة المتمردة حتى أنها كانت مع يا راشدي. دائما شخصيتها تكون مميزة، تذكرها أيضا في الإعلانات والإشعارات منذ سنوات. مسلسل دموع الولية رائع جدا، مميز، عنده هذه اللمسة يعني اللي تخليك تقدر أنك تتابعه حلقة بعد حلقة. ممكن راح يكون فيه انتقالات زمنية يعني. فهذا اللي خلاني أتذكر كثير من المسلسلات، منها بعض المسلسلات المصرية اللي كانت تأدي في أدوارها مثلا أعطال الحكيم أو شيء من هذا القبيل. كانت مسلسلات تحكي على معاناة المرأة وحياتها يعني بعد مراحل ومراحل. تابعوا المسلسل وقولوا لي عليه في التعليقات واش رأيكم فيه. معكم دائما أنا محي الدين في What They Say.